المغرب دار واحد الخطوة قلبات بزاف ديال الحسابات في شمال افريقيا، وخلات الجزائر تدخل في واحد الحالة ديال الصدمة اللي ما كانت متوقعها. فهذا راه ماشي غير اتفاق عسكري، راه هادشي كيحدد شكون كيلعب في واحد المستوى اللي هو عالي، وشكون باقي كيهضر بزاف وحاضي الشعارات الخاوية. والغريب في الأمر أن الجزائر اللي كانت كتدعي القوة لقات راسها اليوم خارج الصورة بشكل نهائي. واش حنا قدام واحد التحالف اللي هو جديد، أو لا المغرب كيبني واحد القوة اللي غادي تفرض واقع جديد في المنطقة؟ بقاو معايا للآخر، لأن هادشي اللي غادي نكتشفوه في هذا الفيديو فراه هو صدمة قوية للجزائر. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي داير ضجة كبيرة في السوشيال ميديا، ولكن بزاف ديال الناس ما فهموش العمق ديالو. المغرب والولايات المتحدة وسعوا الشراكات العسكرية ديالهم، وداروا واحد الإطار جديد كيرسم التعاون بينهم لسنوات طويلة. هذا الشيء بالضبط هو اللي خالع الجزائر. فعلاش في هذا التوقيت بالضبط؟ وشكون هو أكثر طرف متضرر نفسيا من هذه الخطوة؟ فاليوم غادي نحاولوا نفككوا هذا الموضوع بالتفصيل الممل، وغادي نشوفوا شنو كاين وراء الكواليس، وشنو الرسائل اللي ما تقالتش بكل صراحة. أول حاجة خاصنا نفهموها هي أن هذا الاتفاق ماشي غير جاو نزل صدفة. فراه المغرب وأمريكا عندهم علاقة طويلة، وهذا الشيء اللي وقع دابا فراه مختلف تماما، حيث دخلنا لمرحلة جديدة، مرحلة التخطيط البعيد وماشي غير تعاون دايز والسلام. فاللي خاص كل شيء يعرف هو أن هذه الشراكة راه كتشمل تدريب عسكري متطور وتبادل معلومات وتطوير القدرات وحتى التنسيق الاستراتيجي. وهنا في الجزائر شدتها الخلعة ديال بصح، حيث في العالم ديال السياسة إلا مشات حتى وقعت شي حاجة بهذا الحجم فراه كتعني حاجة وحدة، أنها كاينة شي حاجة كبيرة كتوجد في الخفاء، وغادي تخلي المغرب يتحول من لاعب عادي لقوة إقليمية كتسبب الرعب للأعداء ديالها. المغرب اليوم ما بقاش تابع التوازنات وصافي، بل بالعكس المغرب هو اللي ولا كيصنع هاد التوازنات. كيفاش؟ المغرب اليوم عنده استقرار داخلي، وهو أصلا في موقع جغرافي استراتيجي، وكذلك ولات عنده سياسة خارجية ذكية. وهذا الشيء اللي خلى أمريكا تشوف المغرب بأنه الشريك الحقيقي. وهنا بالضبط فين تصدمات الجزائر، وما بقاتش فاهمة فين بغى يوصل المغرب، لأنهم كانوا كيتصوروا أن المغرب غادي يبقى لاعب ثانوي، وكيقولوا أنهم مستحيل نوصلوا لهذا المستوى اللي احنا فيه دروك. لكن للأسف الواقع تبدل، وأمريكا ما مسالياش لكثرة الهضرة والشعارات الخاوية، بل بالعكس هي كتقلب على شكون تيق فيه وشكون اللي كيطبق داكشي اللي تيقول، ماشي غير الهضرة الخاوية. أمريكا فراه طبعا ما كتخدمش بالعاطفة، كتخدم بالمصالح اللي كيطبقوا في أرض الواقع. لأن شمال إفريقيا اليوم منطقة حساسة بزاف، عامرة إرهاب والتوترات والصراعات الغير المستقرة. يعني خاصها شريك اللي يكون قوي منظم وعنده وضوح في الرؤية، والأهم أنه قد كلمته قد الفعل ديالو. والمغرب فراه عطى هاد الصورة عكس الجنرالات. وهنا بالضبط في المغرب صافت واحد الرسالة واضحة، اللي هي ماشي أي دولة كتقدر تكون حليف، بل بالعكس خاصك تكون مستعد أنك تكون حليف. فدابا وصلنا لواحد النقطة اللي ما كيهضروش عليها بزاف واللي هي الأهم. هذا الاتفاق راه ماشي غير ربح للمغرب فقط، بل هو صدمة أيضا دمرات الجزائر. حيت فاش دولة كتوسع تحالفاتها وخصوصا مع أمريكا، فراه كتقول بشكل غير مباشر أنا هو الشريك الرئيسي في المنطقة. وهنا فين الجزائر دخلات في واحد الارتباك اللي ما عنده حتى شي تفسير. حيت سنين وهما كيبنيو الصورة ديالهم اللي هي القوة الإقليمية والقوة الضاربة، لكن في أرض الواقع التحالفات الكبيرة كتدوز من حداهم وهما غير كيتفرجوا.
وهنا بالضبط فين كيتطرح السؤال اللي خاص الجزائر تكون عارفة الجواب ديالو. واش القوة هي الخطاب أو لا هي النتائج على أرض الواقع؟ فالجواب راه باين وواضح اللعمة. فهذا الاتفاق فيه رسائل كثيرة. أولها المغرب كيرسخ موقعه كفاعل أساسي وكاين عنده ثقة دولية كبيرة، وكذلك كاين دعم استراتيجي جد واضح. في المقابل دولة الجنرالات غادي تبقى غير كتفرج من بعيد. فشنو ربح المغرب من هذا الشيء كامل؟ فهاد الخطوة راه فيها واحد المكاسب واضحة. أولها الجيش المغربي غادي يتطور، وزيد عليها نقل التكنولوجيا، وما نساوش تعزيز النفوذ الدولي. والأهم في هذا الشيء هي تقوية الردع. يعني المغرب راه ولا كيلعب في واحد المستوى اللي هارب حتى على بعض الدول الأوروبية وسعاك دويلة الجزائر. هذا الشيء هو اللي خلق ذاك الإحساس ديال الصدمة عند الجيران. ففي النهاية خاصنا نفهموا حاجة واحدة، أن المغرب ماشي غير دار اتفاق كباقي الاتفاقات، بل بالعكس المغرب دار خطوة للقدام في طريق طويلة بزاف، طريق ديال القوة والتحالفات والتأثير على أغلب الدول الإفريقية. وفي نفس الوقت كاين اللي باقي كيدور غير في بلاصتو، وحاضينا اشنو كنديرو وفين غادي نوصلو، وعاطينها غير الشعارات والخطابات الخاوية، وكيشوف العالم كيتبدل قدامه وما باتش تضربو النفس او يعيق. هادشي اللي كاين في الفيديو اليوم. والسؤال ديال الحلقة هو: واش هاد التحالف غادي يبدل ميزان القوى في المنطقة، او لا غادي نشوفو ردود افعال من اطراف اخرى؟ وانتم هنا عارفين على من كنهضر. فهادشي اللي كاين. ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم في التعاليق. ما تنساوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وكذلك تفعيل زر الجرس باش وقت ما نشرت شي فيديو يبدا يوصلك ديريكت وبلا ما تقلب عليه. الى اللقاء في تحليل جديد.